السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري 24-25 دوري من بدايته ساخن جدا، بس الساخن مع الحكام مش مع حد تاني. ساخن مع حكام نادي الزمالك بالذات. نادي الزمالك بيلعب أول مباراة مع البنك الأهلي، بتتحسب له ضربة جزاء من الهوا. الحكم مقتنع إن الكرة ما فيهاش حاجة، والكرة حتى لما ارتدت خبطت في الأرض ورجعت لإيد اللاعب ما هياش مقصودة، دي راجعة من الأرض يعني عفوية. فهو عارف القانون بتاعها وعارف الإجراء بتاعها هيمشي معاها إزاي، إن هي مش هتتحسب. الفار بيندهله بيدو سلامة، بيندهله بيقول له تعالى شوف الكورة، بيروح مقتنع بالقرار بتاعه، بيرجع بيحسب ضربة جزاء. دي مباراة البنك الأهلي. مباراة البنك الأهلي عدت وأخذ الزمالك 3 نقط، عدت. دخل المباراة اللي بعدها مع سموحة. الهدف الأول اللي بيجيبه المنسي باحتكاك على الهاني سليمان، يعني كرة المفروض لا يحتك بحارس المرمى ولا يكون فيه أي زق لحارس المرمى، ده خبطه زقه وقعه وأخذ الكرة وحطها جون واتحسبت. الفار برضه ما كانش موجود، يعني المباراة الأولانية مع البنك الأهلي كان موجود، إنما في مباراة سموحة في الكرة دي ما كانش موجود، اتحسب الجون. الكرة الثانية عمر جابر فاول بيعمله داخل على رجل اللاعب، ورجل اللاعب كانت هتتكسر، يعني رجل اللاعب دي الحمد لله ان هو قام بالسلامه، بياخد فيها انذار. عمر جابر قايم وبيسلم على اللاعب وبيعتذر ومسلم امره لله ان هي خلاص طرد، بياخد فيها انذار. طبعا ما صدقش نفسه، عمر جابر ما صدقش نفسه ان هو اخذ فيها انذار بس. وبرضه الفار مش موجود علشان يقول له تعالى شوف الكوره، دي اساسا المفروض فيها طرد، مش موجود. وكأن الفار فعلا في المباراة دي ما كانش موجود. ندخل على كرة بعدها، لاعب سموحة عدى من مدافع والتاني على حدود ال 18 في ال 18، واللاعب بيدوس على وش رجل اللاعب وبيقع، والحكم مفيش حاجة والفار مفيش حاجة. ما احنا بنقول ان الفار ما كانش في المباراة دي موجود، هو الفار بيبقى موجود لصالح نادي الزمالك فقط لا غير. طيب الجون الثاني لنادي الزمالك اللي جابه مصطفى شلبي، راجع بيتمشى، كرة مرفوعة كورنر، راجع بيتمشى الراجل واحدة وراجع من اوفسايد لوحده ما حدش معاه، والكرة تتلعب بالهيد وتجيله تنزله وهو في الاوفسايد، بيحطها بالعين المجردة هتشوفه اوفسايد، مش لازم رسم خطوط وبيان، كرة تنزل بيحطها جون. الفار مش موجود، الفار اصلا مش موجود، اتحسبت هدف لنادي الزمالك. وكأن الفار بيبقى موجود لنادي الزمالك بس للكور بتاعته اللي تخدم مصلحته فقط لا غير كده لا. وكأن الاتحاد المصري ولجنة الحكام بيقولوا لنادي الزمالك انت جبت هدف من ضربة جزاء وكانت عليها معمعة، طيب خد اللي هيحصل معاك المستحيل اللي الناس ما تتوقعهوش هيحصل معاك. فاولات مع الجون هتجيبها اهداف، طرد لاعبتك مش هتاخد طرد، بلينات وضربات جزاء عليك، مفيش لاعيبه هتاخد عليك ولا نوادي هتاخد عليك ضربات جزاء. اوفسايد هتجيب اجوان من اوفسايد، ما يهمكش، اعمل اللي انت عايزه. السؤال، هل دوري 24-25 هيكمل؟ ده السؤال اللي انا بسأله. كده نادي الزمالك لو هيتحاسب على المباراة الأولانية البنك الأهلي هياخد نقطة، لأن المفروض المباراة تعادل 2-2. المباراة الثانية مع سموحة أقصى ما فيها كانت هتطلع ايه؟ تعادل؟ ما هو مفيش حاجة تاني، هدف بفاول مع حارس المرمى والهدف الثاني اوفسايد، كانت هتطلع تعادل، هيطلع بنقطة، كان كده هيبقى طالع بنقطتين من المباراتين. ده كده مش هيوصل للنص، ده كده مسافة ما يوصل لل9 مباريات اللي هو هيلعبهم مش هيجمع النقط ان هو يبقى في المجموعة الأولى اللي هي هتنافس، ده هيبقى في المجموعة الثانية، المجموعة اللي تحت. تبص عليه كده تحت تلاقي الزمالك تحت في المجموعة اللي بتنافس تحت. ده الزمالك يعني بالظبط كده، دوري هيبتدينا الشغل فيه من أول مباراة وبدري الحكاوي فيه هتشتغل. ده الكلام اللي حصل في المباراتين بتوع نادي الزمالك اللي لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الدوري. الناس طالعة يعني قايمة بالواجب وزيادة مع نادي الزمالك، سواء اتحاد الكرة أو لجنة الحكام أو لجنة المسابقات أو لجنة العقوبات اللي ما فيش أي حاجة طالعة منها ولا حاجة قايلاها، وكأنهم عمالين يدادوا في نادي الزمالك، واخدين النادي الزمالك كده على حجرهم، عمالين يرضعوه كأنه طفل صغير. ادي نادي الزمالك.
نادي سموحة طالع بقرارات من بعد مباراة نادي الزمالك، خطوة جريئة بياخدها رئيس نادي سموحة الأستاذ فرج عامر. طالع بيقول أنا مش عايز حكام يحكموا لي المباريات اللي جاية، والتحكيم بالنسبة لهم لمبارياتي ممنوعة، ما تجيبوليش الحكام دي تاني. ده نادي سموحة، وكأن البنك الأهلي اللي هو لعب المباراة بتاعته واتغلبها مع نادي الزمالك كأن لم تكن، كأن ما فيش حاجة حصلت معاه، اللي هو كده في الوقت الحالي ممكن يطالب بإعادة المباراة ومن حقه المباراة تتعاد، ولا كأن في حاجة، وما حركش ساكن ولا قال أي حاجة ولا كان ليه أي رد فعل على المباراة. إنما رئيس نادي سموحة طالع بيقول في حكام بعينها مش عايزها تحكم لي المباريات اللي جاية، والحكام هم طارق مجدي، عمرو الشناوي، محمود ناجي. دول الثلاث حكام لا عايزهم حكام ملعب ولا حكام فار، ولا حتى يبقى حد فيهم حكم رابع لأي مباراة لنادي سموحة في الدوري الممتاز السنة دي. وأنا بقول له حاجة واحدة، الضمير إذا تواجد ما تخافش من أي حاجة، إنما الضمير لما ما يكونش موجود تخاف من أي حاجة، سواء هو أو غيره، أو حتى الثلاث حكام اللي حضرتك بتقول عليهم هيجي لك غيرهم وهتتعامل بنفس المعاملة وبنفس الطريقة وهتتظلم. فعادي، الضمير مش موجود، خد من أي حد اللي هو عايزه، هيدي لك زي ما هو عايز، مش زي ما حضرتك بتطالب. ودي نهاية الكلام الأستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحة، علشان الحكم بيغير رأيه وبيغير ضميره وقناعاته في لحظة، زي ما شفنا في مباراة الزمالك. الحكم طلع بقرار إيه وراجع بقرار إيه؟ مفيش بلن، راجع ببلن، وهو مقتنع بالكلام اللي في دماغه، غير كلامه خالص والأمور اتغيرت. فهو هتمشي زي ما هم عايزين، ما تتعبش نفسك. إنما بالنسبة لنادي الإسماعيلي طالع بيقول وبيطالب إن تبقى فيه شفافية ونزاهة في التحكيم، لأن نادي الإسماعيلي ليه ضربتين جزاء ما أخدهمش المباراة اللي فاتت والمباراة اللي قبلها، وبيقول في أندية في مصر أو نادي بعينه في مصر بتتحسب له ضربة جزاء من الخيال ملهاش أي وجود من الصحة، بتيجي من العدم وتتحسب له. إنما ضربات الجزاء الحقيقية اللي كانت لنادي الإسماعيلي ما اتحسبتش، وده بيودي الدوري المصري لنقطة مظلمة. دي بتخلي الدوري المصري رايح للهاوية، الدوري المصري بيضيع. ده اللي طالب بيه نادي الإسماعيلي، وهدد كمان إن هو بيقول إن في الوقت الحالي أنا ممكن أنسحب من بطولة الدوري وما كملش الدوري. دي من ضمن الأندية اللي طلعت بقرارات الانسحاب من الدوري المصري. أندية كتير طلع بتصرخ من بداية الدوري، والبنك الأهلي كأنه مش موجود، وكأن البنك الأهلي مفيش حاجة حصلت معاه. وده يوصلنا الكلام كان بيقوله الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الزملكاوي وبيأكد الزملكاوي لما طلع وقال إن في رؤساء أندية هتهدي المباريات لأندية وتخليها في المجموعة اللي فوق، وفي رؤساء أندية هتخلي الأندية بتاعتها تنزل تحت بتهدي فوز وتهدي هزيمة براحتها. ده بيرجعنا ويذكرنا إن الكلام اللي قاله فعلا ده ممكن يتنفذ الفترة اللي جاية، وهيكون هو فعلا واقع. أندية هتساعد أندية إنها تصعد، وأندية هتساعد أندية إنها تهبط. أما نادي طلائع الجيش بيطالب نادي الزمالك ب 500,000 جنيه لانضمام شحاتة للمنتخب، لأن دي من ضمن بنود العقد بتاع شحاتة لما راح لنادي الزمالك. في حال انضمام اللاعب للمنتخب نادي طلائع الجيش بياخد 500,000 جنيه. ونعمة العقود اللي بتتكتب ده كده، نادي طلائع الجيش هياخد فلوس من ورا نادي الزمالك لغاية لما يشبع. النادي اللي طالعين منه بيصرخوا بيقولوا إن ما فيهوش فلوس. أما بقى منتخب مصر كابتن حسام حسن وانضمام اللعيبة للمنتخب، زي ما هو كان بيقال إن إمام عاشور مش هيضمه حسام حسن للمنتخب، ما ضموش للمنتخب. هو ده مصلحة لإمام عاشور إن الفترة دي تبقى فيه راحة ليه واستجمام علشان يكمل ويواصل الفترة اللي جاية. بس الكلام اللي اتقال فعلا هو اللي بيتنفذ دلوقتي، بيتنفذ حاليا. انضمام اللعيبة للمنتخب مش من ضمنهم إمام عاشور، إن كده إمام عاشور ما ينفعش يروح المنتخب وهو ضامن دونجا في المنتخب. أنا بقول دونجا بيلعب مركز 6 وإمام عاشور بيلعب مركز 8، ده بعيد عن ده، وده ليه شغله في الملعب وده ليه شغله في الملعب. بس إن أنتوا بتحطوا دي مقياس قصاد دي، أنا بقول لا، في فرق ما بين الاتنين علشان الناس ما تحطش مقارنة
ما بين مشكله دونجا مع امام اللي حصلت اللي فاتت ان هي تفضل مستمره معاهم حتى لو راحوا الاثنين المنتخب. بس كابتن حسام حسن اذا كان مريح محمد صلاح ومش هيضمه للمنتخب، كان المفروض برضه يريح كابتن محمد الشناوي حارس المرمى. الراجل يعني ما قصرش في المباريات اللي فاتت، وكل المباريات معظمها كلها لعبها، فكان المفروض ان هو يريحه من ضمن الناس اللي هيريحها. ده كان المفروض من كابتن حسام حسن. زي ما كانت المباراتين خلصانين اللي جايين، انت كده كده صعدت كاس الامم، فما فيش مشكله معاك في المباراتين اللي جايين ايا كانت فيهم النتيجه. بس هنقول برضو ان المباراتين مش يعني يعني الفرقتين اللي هتلعبهم مش تقال، واي لعيبه في الملعب هتلعب بيها هتفوز. ده الكلام اللي احنا بنقوله، ولو حصل غير كده تبقى مشكله مع كابتن حسام ان هو ما يفوزش على الفرقتين دول. عندك مباراه جوه وعندك مباراه بره، فما ينفعش ان الفرقتين دول نقول عليهم ان هم قصاد منتخب مصر. بس كان المفروض كابتن حسام ما كانش يضم دونجا في الفتره دي بالذات او في المباراتين اللي جايين، علشان خاطر يقول حاجه واحده: انا بدعم التأديب، انما اثبت وجودك بالذوق وبالادب وبالاحترام في الملعب اضمك للمنتخب. مش ان انت تبقى طالع من مشكله وبعفو رئاسي من دوله الامارات اجي اضمك للمنتخب علشان تلعب المباراتين اللي جايين. ده كان اللي المفروض يحصل من كابتن حسام حسن. احنا بندعم كابتن حسام حسن ووراه وفي ظهره بنسنده. اما بقى اللي حصل في دير جست وصلح الشحات والشيبي، بسم الله ما شاء الله الاتنين اتقابلوا في المكان وموجودين وتم الصلح، وكان طرف اساسي في الموضوع محمد اخو حسين الشحات اللي راح للشيبي وقال له ان حسين الشحات عايز يسلم عليك، والراجل قبل وما كانش في مشاكل بالنسبه له. وفعلا قابلوا بعض وسلموا على بعض وخدوا بعض بالاحضان، وكل واحد اخذ الجائزه بتاعته وتصوروا مع بعض. والنتيجه الصلح خير، والحمد لله ربنا يعديها بخير وتعدي مستوره معاهم باذن الله. ويا ريت نشوف الشحات والشيبي في اقرب مباراه ما بين الاثنين ياخدوا ايد بعض ويحيوا الجمهور مع بعض. يا ريت نشوف اللقطه دي بينهم ما بين بعض في الملعب ان شاء الله. اما بقى لعيبه النادي الاهلي وجوائز دير جست، 6 لعيبه بياخدوا جوائز. حراسه المرمى: مصطفى شوبير احسن حارس مرمى، علي معلول افضل باك شمال، مروان عطيه احسن خط وسط، امام افضل لاعب في مصر، حسين الشحات احسن وينج يمين، وسام ابو علي احسن راس حربة في مصر. 6 جوائز بيحصدهم النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله. جوائز بتثبت فعلا ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي في مصر لعيبته بتحصد 6 جوائز، وافضل نادي في مصر النادي الاهلي. وكفايه جايزه افضل نادي في مصر للنادي الاهلي. السلام عليكم.